السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. وصفه تاعنا اليوم شاميه معسله ومشربه ومكرمله تذوب في الفم بطريقه كيما يديروها في المحلات ولا يديروها لي شاف. اليوم جبت لكم المقادير باش تجيكم شابه ان شاء الله، وديروها في رمضان ان شاء الله. تسجلوا الوصفه عندكم وتخلوها باش نديروها في رمضان الكريم. هنا كيما تشوفوا غادي نوجد الشربات اللي غادي نشرب بها هاد الشاميه. نديروا عباره 3 كيسان تاع سكر، غادي نديروا لهم 6 تاع ما، وندير لهم شريحه تاع ليمون ونديروها فوق النار مده 20 دقيقه يطيب. شوفوا داير فقاعات، ماشي كي تيولي كاع كيما العسل نعسلوا به الحلوى، شغل ديروا ديك الفقاعات. نديروا ربع كاس تاع ما زهر ونديروا له شويه عطر العسل ونخلو شويه نطفوا عليه. هنا غادي ندير المقادير تاع الشاميه. هنا عندي العبار اللي مداري نكيلو به على حسب الصينيه تاعكم. هنا عندي 6 تاع سميد، غادي نديروا لهم 4 تاع سكر ونخلطوا هذاك السكر مع السميد مليح. هذيك التيشه تكون غليظه تعرفوها تاع الشاميه. غادي ندير لها عبار تاع ما زهر، وغادي ندير لها عبار تاع البن. هنا البن نزيدها بنه ويزيدها طراوه، ويزيدها هذيك الطراوه اللي تجينا ديك الهشاشه اللي تجينا في شغل تجينا الشيشه ما تجيناش ناشفه. البن يعطيها هشاشه. غادي نخلطوا غير بيدينا هذوك، ما نعبزوش عليها، غير بصبعنا برك نخلطوا باش يدخلوا المكونات في بعضهم. هنا عندي البلا قلت لكم تكيلوا على حسب البلا اللي يكون عندكم. انا عندي البلا دهنته بشويه زيت وفرغت هذاك الخليط اللي درته. وهنا كما تشوفوا غير بيدي راني نخلط شغل نستف فيها، ما نديرهاش هكا نعبش عليها هكا. من بعد كي نعبزوا عليها ما تشربناش العسل، جينا ناشفه. انا غير بصبعنا هكا نفركتو هذاك الخليط ونحكموا المغرف. كما تشوفوا المغرف راني نسوي بها غير السطح، مانيش نعبز عليها ولا غير باش نسوي السطح تاع هذه الشاميه. انا بعد ما سويت لها السطح كما تشوفوا غادي ندير خطوط برك نبين الخطوط ونزينوها باللوز ولا كوكا ولا الشيء اللي يكون عندكم. هنا غادي ندخلها الفوق، غادي نشعليها من تحت كي نشوفها حمارت مع الجوانب نشعلوها ليها من فوق. هنايا كما تشوفوا بعد ما طابت لي الشاميه اللي غيكون عسل بارد نشربوا هذيك الشاميه، نشربوها كي تشوفوها شربت لكم كاع هذيك الشربات عرفوا باللي الشاميه تاعكم راها ناجحه. هنايا غادي بعد ما طابت وشربتها باتت ليله كامله غادي نوريها لكم تشوفوا القوام تاعها كي تجي دايره كما تشوفوا مشربه ذوب الفم. هذاك العطر اللي في الشربات يزيدها بنه ويزيدها رائحه. شوفوا كي جايه شيشه. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. وما تنسونش بالاشتراك ودعمنا في القناه ليصلكم كل جديد وصفاتي. مع السلامه.